عايزك تتخيل معايا كده ايه اللي ممكن يحصل لو مفيش نظام وكل واحد شغال من دماغه. الشركات هتنهار والناس هتبطل تشتغل والفلوس هتضيع. تعرف ايه الحل؟ اه، إدارة الأعمال، الفن اللي هيخلي الدنيا تمشي زي الساعة. في الفيديو ده هقولك يعني ايه إدارة أعمال، وايه مكونات وأقسام إدارة الأعمال، وليه إدارة الأعمال مهمة، وليه لازم أي حد في العالم يفهمها حتى لو مش شغال مدير. أول حاجة معانا يعني ايه إدارة أعمال. بص يا نيجي، إدارة الأعمال وبكل بساطة هو العلم والفن اللي بيخلي أي مشروع سواء كان صغير أو كبير يشتغل بأعلى كفاءة. تخيل شركة كبيرة زي أبل أو مطعم صغير جنب بيتك، لو مفيش في حد مخصص ينظم الدنيا هيبقى عامل ازاي؟ مفيش أي شركة منهم هتكمل. وهنا بيجي دور إدارة الأعمال. الناس دي هتشتغل إيه؟ الفلوس دي هتتصرف إزاي؟ وهتدخل أرباح قد إيه؟ هناخد مثال بسيط. لو المشروع هو العربية، إدارة الأعمال هو السواق. تاني نقطة معانا مكونات إدارة الأعمال. عارف لما تبقى طالع رحلة ومحدد هتروح فين وهتدفع قد إيه؟ ده بالظبط التخطيط. في إدارة الأعمال بتحدد الأهداف والخطة اللي هتوصلك ليها. لو جيت تشتغل في مشروع كبير لوحدك هتضيع. لازم توزع الشغل، فلان هيعمل كذا وفلان هتعمل كذا. التنظيم هو انك تعرف مين هيعمل ايه. القائد او المدير مش زي ما انتوا فاهمين واحد بيزعق وبيقول اشتغل، لا. القائد هو اللي يعرف يحفز الناس ويخلي الفريق يشتغل بأعلى كفاءة. واخيرا لازم تتابع الشغل. هل الناس ماشية على الخطة؟ هل المصاريف مظبوطة؟ الرقابة هي اللي بتأكد إن كل حاجة ماشية زي ما خططنا. تالت نقطة معانا ليه إدارة الأعمال مهمة. هقول لك، تخيل معايا سيناريو بسيط. مطعم جديد فتح هيعمل أكل والأكل بتاعه حلو جدا، بس الناس بتقعد ساعة عما الأكل يجي والموظفين مش عارفين شغلهم والفلوس بتضيع ليه؟ هنا مفيش إدارة. الإدارة اللي بتخلي كل حاجة تمشي مظبوطة. كمان إدارة الأعمال هي اللي بتخلي الشركة تكسب وتكبر. يعني لو الشركة ماشية بعشوائية مفيش حد هيفكر فيها كمشروع ناجح. الناس والمستثمرين بيحبوا النظام، والإدارة هي اللي بتعمل النظام ده. هديك مثال على الإدارة الناجحة. عارفين ليه مطاعم زي ماكدونالدز وكنتاكي بيقدموا نفس المنتج في كل مكان في العالم وبنفس السرعة وبنفس الجودة؟ عشان عندهم نظام إدارة قوي جدا ورسمي. كل فرع بيشتغل بنفس الطريقة والجودة والسرعة. طيب هل إدارة الأعمال مهمة لأي حد؟ آه طبعا، حتى لو مش صاحب الشركة. إدارة الأعمال بتفيدك في حياتك اليومية. هتقولي إزاي؟ لما تخطط لمصاريفك الشهرية دي إدارة. لما تعرف إزاي تتعامل مع زمايلك ومديرك في الشغل دي إدارة. حتى لما تعمل مشروع صغير على الإنترنت لازم تتابع تشوف فلوسك وشغلك، وده إدارة. في النهاية إدارة الأعمال مش رفاهية، دي مهارة أساسية سواء كنت طالب أو موظف أو صاحب مشروع. لو عرفت مبادئها هتلاقي نفسك متحكم في حياتك بشكل أفضل. وده كان كلامنا بكل بساطة عن إدارة الأعمال. تابعنا في الفيديوهات الجاية عشان احنا هنا بنبسط كل المفاهيم الصعبة بأسلوب بسيط. ولو حابب تعرف أكتر عن إدارة الأعمال ما تنساش تشترك في القناة وتشوف الفيديوهات اللي فاتت.